السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا قوي من الفيديو اللي فات، معلش بتأخر عليكم كتير، بس انتوا عارفين بقى ظروف الدراسة وكده الامتحانات، بس خلاص هانت ان شاء الله هنبقى مع بعض على طول. برحب بكل المتابعين معايا في القناة، اخواتي وحبايبي. واللي لسه جديد معايا اهلا وسهلا بيكم. ولو انتي اول مرة تشوفي، انا نهى ودي قناتي نونا لايف ستايل. اتشرف طبعا بوجودك معايا في القناة، بانك تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم طبعا. النهاردة ان شاء الله ده روتين مختلف هيبقى من عندي بيت ماما. فقلت بقى اصور لكم هناك، بما اني بتاخر عليكم في الفيديوهات عندي، فقلت بقى بالمره بما اني بعمل روتين هناك فاعمله لكم كمان معايا بالمره تشوفوه. طبعا ونبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى البيت عندي ماما، احنا بنتجمع انا واخواتي فيه كل اسبوع كده، بنبقى ملمومين مع بعض. وطبعا لكم ان تتخيلوا بقى البيت بيبقى عامل ازاي، طبعا في اطفال هناك وكده، فتخيلوا البيت بتبقى عامله ازاي الدنيا. هنا اول حاجه فتحت لها بقى الشباك بتاع الاوضه عشان اهويها كده، وقلت بقى ايه اغير الملايات وانفض الاوضه كويس مكان ما كنا نايمين وكده، وهفتح برضو الشباك انفضه. هي طبعا ساكنه على الشارع، فطبعا انتوا عارفين العربيات بتعمل تراب قد ايه في البيت يعني. فقلت انفض كده الشباك وهوي الدنيا. اليوم طبعا كان ما شاء الله، اليوم كان شمس طالعه كده واليوم جميل. نفض بقى الشباك كده ونظبط الدنيا، نلمعها يعني من التراب. هي الدنيا طبعا هناك مفيش كركبة كتير، فبتتلم بسرعة يعني. هي الأوضة دي فيها السرير والدولاب بس، ما فيهاش حاجة تانية. انا بقى ايه داخله معاها تحدي، وقلت لها ان شاء الله الفيديو بتاعك ده هيطلع ترند. ما تكسفونيش بقى واحط لها لايكات كتير. هنا بقى بلمع الدولاب، برضك منه غامق يعني فبيلم تراب كتير. اغير بقى الملاية، نحط لها ملاية نظيفة. احنا بنيجي نلاقي البيت بصراحة زي الفل، فلازم زي ما بنلاقيه زي الفل نسيبه زي الفل عشان تطردنا بقى المرة الجاية. اغير لها بقى الملاية كده وفرش السرير برجعه زي ما كان. بعد كده بقى هلم الفرش اللي في الارض دوت المشيات، هنفضها طبعا عشان ايه امسح لها الاوضه ونفرشها تاني. طبعا في غسيل بقى طلع قد كده، فقلت ايه احطه في الغساله. بنمسح بالطريقه العاديه بتاعتنا، في انه يعني بلاط، هي ما عندهاش الموب وهي ما بتقتنعش بيه اصلا يعني، هي بتحب المسح بتاع زمان ده. بس كده خلصت الاوضه زي ما انتوا شايفينها كده، بقت زي الفل ورايقه كده، ما فيهاش حاجات كتيره يعني. رجع كل شيء زي ما كان. لفه كده بقى في الاوضه وجوله عشان تشوفيها كلها. بس بقى كان في الملايات والغسيل كده، قلت احطهم في الغسالة يعني، اشغل عليهم دورة كده على بال ما ايه من نلم بقية الشقة. عارف طبعا اليوم ده ما يعني الغسيل مش قادرة اقول لكم ما بيخلص، ولا المواعين بتخلص. طول النهار الغسالة شغالة والحوض ما بيفضاش ما شاء الله يعني. بس عبال ما بتغسل كده اخش على الأوضة التانية. الأوضة دي بقى ايه اللي احنا ايه بننام فيها، دي الأوضة بتاعت ماما اصلا يعني، اللي فيها السرير دي. هي بقى لما بنبات عندها بتسيب لنا الأوضة دي عشان كمان يعني ايه نحط مرتبة في الأرض، جزء ينام على الأرض وجزء ينام على السرير، فبتبقى الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. افتح برضو الشباك اهوي الأوضة، عشان بقى كان في ناس كتيرة قوي نايمة في الأوضة دي، فلازم تتهوى كويس. وهلم بقى البطاطين والحاجة اللي كانت محطوطة. يعني هو مش مشكلة بننام ازاي، بس اهم حاجة نبقى متجمعين كده وتبقى القعدة ايه جميلة يعني. ربنا يخليها يا رب، ونبقى متجمعين كده دايما عندها. اشيل بقى الملايات والحاجات اللي كنا نايمين عليها دي،
عشان ارفع المرتبة على السرير تاني، ونبتدي بقى التنظيف. طبعا كل الحاجات دي كلها هتتغير، غسيل ده كله بقى، مش عشان كده بقول لكم كل شويه بنحط غسيل وبنشيل غسيل. حطيت كده المرتبه، طبعا استعنت باختي ان انا تشيل معايا المرتبه عشان نطلعها، وحطيناها تاني على السرير، وهنفض بقى كده الدنيا. وبعد كده هشيل السجاده من على الارض عشان برضو نمسح ونفرش. هي طبعا الاوض عندي والدتي صغيره، فعشان كده السرير ما جاش مع الدولاب الاتنين مع بعض، فحطينا السرير في اوضه والدولاب في اوضه تانية. بس بقى هشيل كده، هفرش السرير الملاية بتاعته، وهكون برضو مساحة الأرض زي ما انتوا شفتوا. طبعا الفيديو فيه حاجات كتيرة مقصودة وما عرفتش يعني، كان ولادي اخواتي بقى وولادي، انتوا عارفين بقى الزيطة، فمش عارفة اصور منهم بصراحة يعني، فكويس ان انا صورت كده. بس خلاص كده الأوضة خلاص خلصت. هي بتحب بقى البطاطين كده بعيد عن السرير عشان السرير كله يتهوى. بصوا الروقان، الدنيا رايقة كده يعني، ماله الروقان ده أحسن من العفش الكتير. بس بقى جينا للأوضة بقى ايه الحاسمة. الأوضة دي اللي بنبقى قاعدين فيها بقى، اللي بتبقى فيها كل البهدلة، بناكل وبنشرب وبنقعد نتفرج على التلفزيون فيها، كل حاجة فيها زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى، لو انتوا متابعاني لغاية دلوقتي ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي معايا في القناة لو انت لسه جديدة. بس هشيل بقى كل الحاجات اللي في الأرض وعلى الكنب والشنط وكل الحاجات دي هشيلها. طبعا احنا بنبقى حاطين في الارض بقى، حاطين لها حافظة هنا عشان ايه تبقى سهلة ان احنا نشيلها نغسلها ونرجعها تاني يعني. حاجة كده خفيفة بدل السجادة اللي تعرفين الاطفال بتوقع وتعمل، فتبقى سهلة لو في حاجة جت عليها نغسلها ونحطها لها تاني. بس بقى بعد ما مسحنا الأوضة، ده الشكل النهائي بتاعها. بعد ما خلصنا اهو خلاص. طبعا هي اختي كانت بتساعدني في اليوم ده في الشقة، انا مش هعملها كلها لوحدي يعني بصراحة. هي كانت بتعمل حاجة وانا بعمل حاجة. بس بعد كده بقى ايه المطبخ. بصوا بقى المطبخ عامل ازاي عشان بقول لكم ما بيخلص، دي يعني تقريبا المره التانية او التالتة ان احنا يبقى بالمنظر ده. يعني طول النهار ما شاء الله ازايز وكوبايات واطباق، ما فيش حاجه بتخلص. كانت بقى هي هنا اختي هي اللي كانت بتشطب المطبخ، فقلت لها ممكن اصور بقى الروتين معاكي. قالت لا بس يا ريت ما تطلعني. قلت لها لا ما تقلقيش. تغسل بقى هي المواعين كده. سامعين صوت الديك؟ انا قايمه لكم بدري عشان اعرف اصور يعني اعمل لكم الصوت بتاع الفيديو، عشان طول النهار ولادي بقى بالزيطه والكرتون شغال، يا جماعه وطوا، مش عارفه اعمل منهم حاجه، بس يلا يعني ربنا يعدي الايام الاجازه دي على خير. هي بقى كانت بتغسل المواعين كده، وقلت لها هصور معاكي، فقالت لي طيب ماشي، ما اشوف بقى كمان انا جيت معاكي في الفيديو وبيت ماما، ما نشوف الفيديو ده هيعمل ايه. قلت لها ان شاء الله هيطرقع. هنصبن بقى المواعين. يعني هو بصراحة على قد ما تبقى الدنيا كده الولاد بيبهدلوها، بس على قد ما بنبقى مبسوطين ومتجمعين مع بعض، واليوم بيبقى لذيذ يعني. الحمد لله كده على كل حال، وربنا يخلي لنا كده ماما، ويخلي لكم كلكم امهاتكم يا رب، ويبارك في عمرهم. بس بقى هي كانت بتخلص الاطباق والمواعين، وبعد كده بقى ايه قالت لي هعمل البوتاجاز. شالت بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز تغسلها. بصي هي يعني الدنيا عند والدتي يعني زينا كده، احنا كلنا عيلة ما بنحبش العفش الكتير. حاجات بسيطة كده عشان تسهل علينا يعني.
بس تغسل بقى هي البوتاجاز الحوامل بتاعته. البوتاجاز نفسه هي بتصبنه. احنا بنحب بقى الصابون والرغاوي والحاجات دي كتير قوي في التنظيف، يعني هتلاقونا كلنا نفس ستايل التنظيف واحد يعني. بس خلاص البوتاجاز يعني مفيش حاجات كتيرة في المطبخ، هو البوتاجاز وترابيزة رخامة كده صغيرة والحوض بس. نصبن بقى الحوض كده وحوالينه، ونلمع كده ونلم الدنيا. بص نفس الروتين هو يعني هتلاقي حوالين الحوض كده السيراميك ده بيتغسل، والحوض نفسه بصوا عامل ما شاء الله يعني. التلميعة دي والحاجات دي بتفرق بصراحة في تنظيف المطبخ. عايزة اقول لكم الشقة دي قبل ما والدتي تاخدها يعني مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ازاي، يعني كانت معترضة انها تاخدها منها. كان فيش حاجة نظيفة، يعني السيراميك اللي انتوا شايفينه زي الفل ده كان اسود. فالحمد لله خدناها لها يعني نضفناها بقى ايه. كان نفسي اعمل لكم الفيديو قبل وبعد عشان تشوفوا الفرق ايه، بس طبعا ما كنتش لسه فتحت القناة فما جاش في دماغي يعني. بس بقى خلاص هتمسح الارض اهي، وخلاص كده المطبخ خلص. بصوا بقى الدنيا بتبقى عاملة ازاي قبل وبعد فرقة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسولي لايك. ولو عجبكم الروتين من عندي بيت ماما، لو عايزين تاني روتين قولولي في كومنتات وانا اعمل لكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، شكرا ومع السلامة.